بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة على خوتي أبناء الجزائر داخل الجزائر وخارج الجزائر. اليوم سوف نتحدث على المنظومة الاجتماعية داخل الجزائر. قبل ما ندخلوا خوتي أبناء الجزائر، ما تنسوناش بالمشاركة في هذه قناة ديالكم، قناة جمع الشمل ما بين المغاربة والجزائريين. نبداو على بركة الله، لأنني تكلمت البارحة مع خوتي أبناء الجزائر، تكلمنا ولكن من خلال الأجوبة ديال خوتي أبناء الجزائر في التعاليق اللي غنونا بمعلومات ما كانتش عندنا. لهذا اليوم حبينا أننا نتكلموا ونوصلوا صورتنا لخوتنا أبناء المغرب كذلك والعرب على المنظومة الاجتماعية أو السوسيال في الجزائر. تفاجأت كثير شفت بعض التعاليق اللي تتكلموا على السكن المجاني، كذا المنحة البطالة احنا الجميع كنعرفها، تكلموا على منحة ديال المعاقين، تكلموا على منحة ديال الأرامل وعلى ديال أول المطلقات. أشياء جميلة وجميلة جدا في الجزائر، وامتيازات جميلة جدا يتمتع بها الإنسان الجزائري. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، اللهم زد إخواننا الجزائريين أكثر وأكثر، لأن الجزائر بلد غنية وشعب طيب يستحق الأكثر والأكثر. اليوم من خلال تعاليق كما قلنا ديال خوتنا الجزائريين كنت طرحت عليهم اسئله ديال السكنه باطل. بعض المغاربه خوتنا ما تصدقوش هذه الاشياء او ما حابينش انهم يصدقوها. يمكن بعض الناس اللي عارفينها انها حقيقه ولكن ما بغاش يتقبلها وتجادل من اجل الجدال. وكاينين بعض الناس اللي يقول لك فعلا خويا عبد الجليل هذا الشيء كاين في الجزائر، وراني تنشوف مغاربه داخل الجزائر توصلوا لنا الاخبار ان السوسيال في الجزائر جد ممتاز جدا. واحد حاجه اللي هي فاجاتني هي السكنه بالمجان، ولكن اخوتي ابناء الجزائر وضحوها لي، قال لك السكنه بالمجان ولكن بشروط. الشرط الاول انك تكون متزوج وتكون من ابناء الفقراء، يعني يكون المدخول ديالك هو مدخول بسيط، تدفع الوكيل الولايه او الجماعه تدفع لهم طلب من اجل السكنه. تشوف شحال تقريبا تجيك، واش على مده سنه او سنتين او 3 سنوات او 4 سنوات، حنا ما عارفينش، ولكن تستافد من الرقم ديال السكن ديالك وتتخلص مده ديال 25 سنه واحد الثمن اللي هو رمزي كبير، ومده 25 سنه تيولي هذاك الملك ديال هذيك الشقه في ملك ديالك. هذا شيء جميل ما عندناش حنا في المغرب باش نكونوا صراحه. اليوم من خلال القناه ديال كلمه حق وكلمه صراحه ما عندناش. نتكلموا كذلك على منحه ديال المعاقين. انا نتكلم انا نبدا من نفسي. انا عندي الاخ ديالي معاق ما تيشوفش، ما كايناش منحه المعاق. ما عندناش في المغرب، ما عمرني سمعت انا في المغرب ان هناك منحه ديال المعاق. اليوم ان كاينه منحه ديال المعاق وهذا شيء ايجابي جدا. حنا ما نقدروش نقولوا الجزائر بانها دوله اوروبيه مثل فرنسا او بريطانيا وكذا، ولكن بهذه الاشياء اللي في الجزائر تيبان لي الجزائر من احسن الدول على المستوى العربي. نقولوا الجزائر، نقولوا على ما اظن الامارات ولا قطر، لان هذا الشيء ما تنشوفوش في دول كثار هذه الامتيازات هذه. غيقول لي بعض الاخوان المغاربه لا راه الجزائر دوله غنيه، غنقول لكم خوتي المغاربه حتى المغرب دوله غنيه. راه عندنا الفوسفات، عندنا الفضه، عندنا الذهب، عندنا النحاس، عندنا جوج البحور، عندنا المداخيل ديال خوتنا اللي تجي من برا، عندنا السياحه، عندنا فلوس كثيره وكثيره. وراه نشوفوا في الواقع ان الفلوس كثيره ولكن ما كايناش عداله اجتماعيه. تنشوفوا ناس عندهم وناس ما عندهمش، واحد الفئه كبيره ما عندهاش، واحد الفئه قليله هي التي تمتلك الثروه. ما كاينش واحد التوزيع عادل. انا ما نقول لك ان كذلك في الجزائر كاينين الناس الذين يمتلكون الثروه كما المغرب، ولكن على الاقل الانسان الجزائري تستافد.
تستافد. وانا تلاحظ واحد الملحوظه حتى في بعض التعاليق ديال اخواننا الجزائريين يريدون الافضل، تقول لك هذا الشيء قليل لاننا هنا دوله غنيه وتنتمنوا الافضل والافضل. لهذا باش نكونوا احنا صرحاء وموضوعيين، هذه الاشياء منحه المعاق ما عندناش في المغرب، منحه البطال ما عندناش في المغرب، السكنه بالمجان ما عندناش في المغرب، منحه الارامل او المطلقات ما عندناش في المغرب، التطبيب ما عندناش بمجان في المغرب. وشنا هذه يومين اشنو وقع في المحمديه، كارثه وقعت في المحمديه ديال الراجل، المشكله عنده الضيقه وجا المستعجلات فاش انهم يعطيوه يديروا ليه بعد التنفس، بعد اللي يشوفوه واش عنده التغطيه الصحيه ولا ما عندوش، قالوا لي سير خلص الصندوق. السيد تيموت وما تيقولوا لي سير خلص الصندوق، ضروري الا بغيتي تدخل المستعجلات وما عندكش التغطيه الصحيه خصك تخلص 40 درهم. السيد مشى مسكين باش يخلص، عنده التغطيه الصحيه توفى، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه. شتي الكارثه فين كاينه؟ اذا حنا ما عندناش حنا المستشفيات ديال الدوله تبنات من دافع الضرائب من الاموال ديالنا حنا كمغاربه، ولكن ما تمشيش تخش الا لما خصك تخلص الصندوق، وهذه راه كارثه عظمى. المهم نبقاو مع خوتنا الجزائريين، كاين كما قلنا عندهم منحه البطاله اللي تنعرفوها جميع، هي تقريبا ما يقارب 1000 درهم مغربيه. 1000 درهم مغربيه، انا الام ديالي تتاخذ نصف المبلغ اللي تياخذو الشاب في المغرب، تتاخذ 500 درهم. والاب ديالي ضرب 35 سنه في شركه اللي معروفه سميتها مرسى ماروك، كان رجلا نزيا ورجلا صالحا، خلوا لها 500 درهم النص في البلاد اللي فلوسنا ساويه على الجزائر. بتنقولوا 1000 درهم في الجزائر غتعيشوا كما نقولوا حنا فوق السلك، يعني بخير وعلى خير، غيعيش ب 1000 درهم مغربيه، في حين انا الام ديالي تتشد 500 درهم، يعني النص ديال هذاك الشاب معطل في الجزائر. كذلك عندهم منحه ديال المعاق كما قلنا، عندهم منحه ديال الارامل، عندهم منحه ديال المطلقات، عندهم منحه ديال الطلبه الجامعيين. هاد الطلبه الجامعيين يمكن نقول ان راه عندنا منحه ديال الطلبه الجامعيين في المغرب بحال في هذه المساله هذه، ولكن ما عندناش منحه ديال الارامل، ما عندناش منحه ديال حتى قال لك المراه اللي تتكون يعني جالسه في البيت تيخرج الدوله الجزائريه تخرج لها واحد المنحه. هذا الشيء الا كان فري راه يعني قراب يوصلوا للاوروبيين. يعني هذه المنظومه الاجتماعيه اللي كاينه في الجزائر هي منظومه ممتازه جدا 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 بكل صراحه. ما عندناش حنا هذه الاشياء. تيقول لك بان الماء والكهرباء والغاز تيتخلص مده من 3 شهور ومدعم من طرف الدوله. تيتكلموا على المواد الغذائيه كذلك مدعمه من طرف الدوله. اشياء جميله حنا ما عندناش. يعني بالنسبه لينا احنا الجزائر راه جنه بالنسبه لينا اللي كانوا فيها هذا السوسيال اللي كاين في الجزائر. عندهم بطاقه سميتها بطاقه الشفاء، قال لك تعطى العمال اللي عندهم واحد الصالير بسيط. هذه بطاقه الشفاء يعني تيمشي تيتعالج في المستشفيات ديال الدوله وبتيخرج ليه الطبيب الدواء، تيمشي للصيدليه وتياخذ هذاك الدواء فابور، وهذاك الورقه تتصيفطها الصيدليه الله كاس سوسيال اللي هو الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي هو اللي تخلص الصيدليه. وهذا راه معمول به في دول ديمقراطيه بحال بريطانيا. كاين هذه القضيه كاينه في بريطانيا. يعني هذا الشيء اللي كاين في الجزائر شيء جميل جدا. اقول الجزائر ناقص جوج حوايج. تخدم على المنظومه الحقوقيه في الجزائر وحريه التعبير في الجزائر، تخدم عليها الجزائر، ستصبح الجزائر احسن دوله عربيه اسلاميه وتقدر تضاهي الدول الاوروبيه من ناحيه السوسيال ديالها. لان لا خدموا النظام الجزائري على تحسين حريه التعبير داخل الجزائر والمنظومه الحقوقيه داخل الجزائر، سوف تصبح الجزائر من افضل الدول في العالم. ولكن الجزائر هذا الشيء كيتكلموا خوتي الجزائر تيقول لك هذا الشيء قليل علينا، لاننا حنا نعم اخي تستحقوا اكثر واكثر. البلد ديالكم غنيه. انا اللي نشهد شهاده كلمه حق ان الجزائريين مع امهم في خرجاتهم الاحتجاجيه خرجوا على قبيل كروجو.
قلبت وبحثت مع عمر الجزائري خرج يقول لك هكا عباد الله دائما تخرجوا من اجل ما هو سياسي، من اجل الحريه، من اجل العداله، من اجل الحكم المدني. دائما تتكلموا على، ما تتكلموش على مطيشه، على البصله، على الخبز، كذا كذا. دائما الشعب الجزائري تتكلم على الكرامه، على الحريه، على العداله، على تحسين المنظومه الحاكمه. هذا هو الشيء الايجابي في الجزائر. ربي يزيدكم، ربي يحفظكم، انتم تستحقوا اكثر من ذلك. اليوم احنا عرفنا السوسيال في الجزائر، ونعاودوا نكرروا السكنه باطل بشروط. الناس اللي ما في حالهمش وما عندهمش قطام سكنه باطل في مناطق جنوبيه في الجزائر كاين دعم، كاين تعطيهم ارض ودعم مالي من طرف الدوله. في المناطق الشماليه كذلك كما قلنا منحه المعاق، منحه البطال، منحه الارامل والمطلقات، منحه الطلبه الجامعيين، وامتيازات السكنه كما تقولوا التطبيب بالمجان، التعليم بالمجان، المواد الاساسيه مدعمه من طرف الدوله. هذا شيء ايجابي وايجابي. هذه الاشياء غير موجوده عندنا في المغرب. بكل صراحه الكلام اللي تيقولوا خوتنا المغاربه اللي خدامين في الجزائر بان السوسيال في الجزائر افضل من المغرب، انا بحثت ولقيت انه حقيقي وحقيقي وحقيقي. هذه رساله للمسؤولين عندنا في المغرب انهم ياخذوا تجربه ويشوفوا السوسيال، لاننا احنا عندنا ثروه وعندنا معادن وعندنا الرزق، ولكن خاص تكون عداله اجتماعيه حقيقيه. لاننا نرى موظف بسيط في المغرب تتقاضى تقريبا 10,000 درهم، عنده 2 فيلات وعنده 2 سيارات وتقري ولاده في احسن المدارس. من اين لك هذا؟ اذا كاين خلل حقيقي، لان واحد النسبه اللي هي عايشه وواحد النسبه كبيره اللي ما عايشاش. اليوم حنا كانوا دايرين لنا الرميد، وهذا الرميد ما كاينش كاع في العالم، قلبت عليه ما كاينش حاجه اسمها الرميد. اليوم دايرين لنا ما يسمى بالتغطيه الاجباريه، يولي وتيقول لك 70% غادي يرجعوا لك 70%. يا اخي الكريم ما كاينش هاد 70%. 70% ما كايناش. تخسر 1000 درهم ولا 1500 درهم ترجعوا لك منها 500 درهم. باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا صراحه، المنظومه الاجتماعيه في الجزائر نقدر نقول هي احسن منظومه، هي المنظومه القطريه والاماراتيه من احسن المنظومات الاجتماعيه على المستوى العربي الاسلامي. خوتي انتم ابناء الجزائر تستحقوا اكثر واكثر، لانكم شعب عنده تاريخ، شعب عظيم، يستحقوا اكثر واكثر. وغادي نبحث وغنعاود ندير واحد الحلقه على السوسيال الجزائري. هذا مقتطفات قليله، لان اللي بغينا نتكلموا على السوسيال ديال الجزائر ما غنساليوش الغدا. فالف تحيه، وهذه رساله نكررها للمسؤولين اننا تحنا عندنا ثروه، خاص تكون عداله اجتماعيه حقيقيه في المغرب، تكون منحه للشباب. كذلك احنا عندنا الفوسفات، والفوسفات المداخل ديالو كثيره. انا ولد مدينه اسفي، وعندنا المركب الكيماوي هنايا تدخل الملايير، ولكن حنا عايشين في الفقر، والناس اخرين تعيشوا في الرفاهيه. هذه رسالتي للجميع، ان خاصة تكون عداله اجتماعيه في المغرب، ونحضوا